بقالي 11 سنة ما خدتش إلا ترقية واحدة، وكل شوية الوضع مش مستقر، ودخلنا في كورونا في مشاكل، مفيش ترقيات، وأنا قاعد دلوقتي في الكومفورت زون ومخنوق. طيب بص يا صديقي، أنت الوضع الوحيد اللي أنت يسمح لك اللي أنت تقعد في الشركة فترة طويلة قوي كده، اللي إن الشركة دي بتكون بتصرف عليك وبتطورك، أو بتعوضك بمرتب حلو، أو دايما في فايدة هي اللي مخلياني قاعد مستمر الفترة دي كلها. تسأل نفسك سؤال: هل أنا خلال ال11 سنة دي باعمل نفس الحاجة هي والّا المهام بتاعتي بتزيد؟ لو المهام بتاعتي بتزيد فأنا باستفاد وباعمل تُقل لنفسي وللCV بتاعي. فلمّا باروح أتكلم مع interviewer تاني، فباقول له اللي أنا بقى لي 11 سنة خبرة قوية جدًا، هاقدر أطوّل شركتك، فالموضوع هيكون كويس ليك. لكن لو أنا باعمل في 11 سنة نفس هو اللي باعمله في أول سنة أو في تاني سنة، فأنت بالنسبة لي خبرة سنتين مش 11 سنة. يعني خلّيني أنا هاعرض عليك حاجة دلوقتي لحد ابتدى بقى له 30 سَنة في شركة، بس الوضع بتاعه مختلف جدًا. يعني ده راجل كان شغّال في Nike، ابتداها من sales intern، يعني داخل يتدرّب عندهم في الشركة لحد ما بقى المدير العام في الشركة. 30 سَنة من الإنجازات صرفوا عليه كتير، بس الراجل ده عايد عليهم بحاجات كويسة جدًا لحد ما بقى مدير الشركة، ودي حاجة مش سهلة خالص على شركة بحجم Nike. بس قد إيه الشركات الكبيرة دي لمّا بتصرف عليك وتستثمر فيك، هي محبباك اللي أنت تقعد وتكبر في المكان ده. عايزك تسأل نفسك سؤال واحد بس: أنا باتطور والّا أنا متعود؟ هو ده اللي أنت محتاج تفكر فيه، ولازم تغيّر المكان اللي أنت فيه لو أنت حاسس إن ما فيش أي تغيير. ومن كلامك أنا مش شايف إن في، يعني 11 سنة من غير أي ترقية دي كارثة كبيرة بصراحة، وأنا شايف إن أنت لازم تهرب وتشوف نفسك. يالّا، سلام.